كتير بس لا لا ماما ايه ماما اهو ماما اهو سخنين طازه. ايه ده؟ لسه خارج من الفرن طازه. تعالي يا سوسو. موليت اسمها موليت واجن. انت مبسوط طبعا صح؟ انا حي انا حي انا حي. قلنا نروق على سمسم يا جماعه، فقلنا نعمل له ماسك كده عشان انا مش موافق بس مش موافق. ده بص بيعمل لك مساج ومروقك على الاخر. ايه رايكم يا جماعه؟ عمايل ايديا وحياه عينيا. لفي بقى اعملي برويتا. يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه عندنا شغل كتير قوي. الفيديو ده بادئ من بالليل. اوكي، هنبتدي في الراسته بتاعه سدونه. ناس كتير قوي قالت لي يا رحاب لما تعملي الراسته صوريها لنا عشان عايزين نعرف بتتعمل ازاي. وطي سدن، عايزين نعرف بتتعمل ازاي. فاول حاجه بسلك لها شعرها علشان نبتدي نقسمها. اوكي يلا هاتي الجنب التاني. احنا لسه ما عملناش اي حاجه، انا يا دوب بسلك لها شعرها. وطي سدن. متحمسة قوي. متحمسه؟ هتقولي لهم ايه طيب؟ حطوا لايك. حطوا بيج لايك لاحلى سدن. انا عشان تحت فمش هتقدروا تشوفوني. عشان هي قاعده تحت انتوا مش هتقدروا تشوفوها. دلوقتي هطلعها لكم. قوموا اقفي كده. اديكوا شفتوها. تقولوا ايه بقى؟ حطوا لايك. عايزه راسته كتيره ولا قليله؟ نص. نص. اه خلاص. انتي مبسوطه صح؟ مبسوطة. انتي اللي طالبه الراسته. يا جماعه عشان انتوا بتقولوا ما تعملهاش راسته وبتوقع الشعر والكلام ده، مفيش الكلام ده. اتكلمت فيه كتير. عموما هي اللي بتطلب الراسته، مش انا اللي بعملها لها اجباري يعني. هي حباها وبتطلبها من وقت للتاني. تيجي تقولي يا مامي عايزين نعمل شعري راسته. فدي حاجه سوسو طبعا لما تطلب ما ينفعش اقول لها على حاجه لا. انا بقالي فترة ما عملتش رسم. اخر مره عملناها امتى؟ اعتقد عند الغردقة. كنت عاملاها انا وانتي صح. بقالنا كتير قوي ما عملناهاش، داخلين في شهور كتير. هي ما شاء الله شعرها طول من الراسته. هقرب بقى الكاميرا شويه علينا عشان تشوفوا التقسيمه. والاول هنعدل الشعر. الراسته يا جماعه خلاص. قومي يا سدن دلوقتي. شعر الراسته لما بيجي بيتظبط ازاي بقى؟ بنشوف الاول طول الشعر. اوكي اهو. اللون حلو قوي. لونه جميل. انت ما عملتيش اللون ده قبل كده؟ بيربل في بينك. ايوه. استني. احنا هنعمل كل دي. نفكهم بس من بعض. بس اعتقد ده مش هيكفي كله، بس هنشوف يعني. كنت عايزة اخليها بينك مع بيربل. ما هي بينك مع بيربل. لا يعني الراسته يبقى بينك الضفيرة هتبقى واخدة اللونين. بصوا يا جماعة، الشعر بيبقى كده جاي جزئين اهو. بعد ما فكينا الضفيرة بنيجي نقصه بالمقص، لان طول الضفيرة هيبقى كده. فاهمين؟ يعني ده المجوز بتاع الضفيرة. فاحنا هنقص من النص دلوقتي. بسم الله. يا جماعة بيبقى بالشكل ده. بنقسم الشعر 2 كده. ده اول جزء بنركنه. عايزين قومي من هنا عشان نركنه جنبي عشان نسيمه. هنركن ده هنا وهنبتدي بقى نشتغل بالجزء ده. بنحتاج ايه بقى واحنا بنعمل الراسته؟ بنحتاج مشط رفيع. اوكي. وبنحتاج كليبسات. هنحط ده جنبينا. وبنحتاج سيرم او زيت او فوزلين او اي حاجه ماده دهنيه. ودي الكليبسات. اوكي. وطي يا سدن. امسكي شعرك كده. سيبي يا سدن شعرك. اول حاجه بنيجي كده بناخدها زي اللهم صل على النبي صفوف. اوكي. يعني مثلا ده اول صف في شعرها اهو. بنفرق كده صف كده
ونطلع الشعر، بس لازم يكون كله سوا بعضه. اوكي اهو، ده كده طلعنا اول صف. بصوا طلعنا كده اول صف. اوكي بنلم بقى الشعر ده كده كحكة. اوكي كده، ونحط الكليبسة، عشان كده بقول لكم بنحتاج كليبسين. خلاص بصوا الفرق اهو، صف متساوي. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب السيرة او فوزلين او زيت، اي مادة دهنية تكون متوفرة عندكم. طب وطي بقى عشان نظبط اول الضفاير اللي تحت دي، وبعد كده ايه الدنيا تبقى حلوة. خلاص يا حلوين، قسمنا اول صف اهو. هنبتدي بقى نقسمها مربعات. بصوا يعني كده، بصوا يعني مثلا عايزين نعمل دول 4 ضفاير. شايفين انا عملت ايه؟ امسكي يا سدن ده، بصوا كده، ده كده اول مربع. خلاص اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الشعر اللي احنا قسمناه ده، وناخد خصلة قد الضفيرة كده. شايفين دي اهي؟ اوكي طبعا ايدينا فيها الدهان اللي احنا دهنينه. هنيجي كده نعمل ايه؟ هناخد شعر سدن نلفه كده وندخل دي. ركزوا بقى عشان دي الرابطة. بصوا دي اهم نقطة. هنلفها كده، بصوا اهي شعر سدن اهو، والضفيرة بتاعتنا اهي. شايفين انا عاملة ايه؟ ونبتدي ندفرهم في بعض. بصوا اهي كأنهم 3 ضفاير في بعض، وتكملوها بقى للاخر. عايزين بقى ندخل الشعر ده في الضفيرة، نروح فاتحينه كده، نفتح الشعر مع الضفاير اهي، وتكملوا ضفيرة عادية. اي حد بيعرف يضفر سهل اوي يعمل الرستة. اللي ما بيعرفش بقى يضفر يجيب عروسة لعبة ويتعلم فيها كده التضفير الاول، وبعدين يعمل الرستة، لان الرستة مش صعبة، بالعكس الرستة سهلة جدا. وطي يا سوسو. ولا بتعمل شعر بتقوم كده نازلة رايحة مدرسة رايحة حاجة، اللي هو الدنيا سهلة، وبتستحمى عادي وتغسل شعرها عادي. لعلمكم هي كل ما بتستحمى بتجمد اهي. دي اول ضفيرة، بصوا ده شكلها اهو على دراعي. مبروك يا سدن اول ضفيرة. واو، ايه رأيك في اللون؟ حلوة قوي. بجد؟ ايه ده؟ طيب التاني يا جماعة، شايفين نفس الصف اللي احنا فيه؟ ملناش دعوة بقى باللي فوق ده، نفس الصف ده. هنيجي نروح عاملين بالطول كده، نقسم الضفيرة التانية. امسكي يا سدن الشعر، ادي الضفيرة التانية القافلة عشان اللي ما خدش باله اول مرة. هنجيب السيرم ندهن شعرها وندهن الضفيرة. ارفعي يا سدن عشان هربط. بصوا يا جماعة اهو شعر سدن في النص، والضفيرة بصوا عاملة ازاي اهي. شايفين الحبل من الناحيتين قافل. ارفعي سدن لورا شوية ونروح قافلين ضفيرة عادية كده. ضفيرة عادية جدا اهي، ونكمل بقى. بس احنا كده خلصنا الضفيرتين اهو، ده الضفيرتين. التالتة نفس الحكاية برضو، هنفرق كده، ملناش دعوة باللي فوق. دول كده ضفيرتين اهو.
هناخد واحدة ونسيب واحدة اهي. انا عندي شعر قليل بس تاخد وقت. طب ارفعي راسك لورا شوية. بصوا اهي الربطة سهلة بس للي ايديه تجمد، يعني احنا مش بنشد قوي ومش بنرخي قوي، هي اهم حاجة الربطة. ايه رأيك يا سيف؟ حلو. بص عملنا ايه كده رأيك في هيتحط في اللون؟ ميه سخنه بعديها صح؟ شوفوا سيف حافظ بيقول هيتحط في مية سخنة. ميه من الكتل. مية سخنة عشان نعمله كيرلي. وتحت هيبقى كده. خلاص كده يا حلوين، خلصنا اول صف. وطي سدن. بصوا يا جماعة، شايفين التقسيمة؟ مربعات. ده كده اول صف في الفرق اللي احنا فرقناه. هنيجي بقى نفرق الفرق التاني. دول خلاص خلصوا؟ مش تاني. وطي يا سوسو. بصوا يا جماعة، بنمسك الشعر كده لفوق. اوكي، هنفرق الفرق التاني. خلاص، لازم الشعر كله يكون مظبوط. الفرق التاني بناخد خط كده من عند الودن، اوكي كده، اللي هو بالمشط بنمشي ستريت كده. لو حاسين ان الخط مش مظبوط تبتدوا بقى تظبطوه. خلاص كده احنا فرقنا الشعر كله تمام. ماشي، بنسلك الشعر اهو ونبتدي بقى نظبط الخط اللي هو اللاين بتاعنا. يعني في شعرايه نازله، في شعرايه طالعه، بنبتدي ايه نظبطها عشان في الاخر شكل الرستة بتاعنا يبقى ايه مظبوط اهو. بصوا اهم حاجه الخط يبقى متساوي. في ناس بتعملها طالعه ونازله كده اي حاجه، بس انا على حسب ما اتعودت اعملها منظمه كده، بيبقى شكلها اشيك واحلى. اهو بصوا الخط بتاعنا مظبوط ازاي من هنا، بس فيه بس كده. هنلف ده كحكة تاني زي ما اتعودنا ونبتدي نقسم. بصوا هنبتدي برضو نفس ما عملنا تحت، نقسم مربعات بالطول. لو ممكن نبتديها من هنا، يعني مثلا ايه، بصوا ده اول مربع اهي، دي ضفيرة خلاص هنبتدي فيها، وهكذا بقى يا جماعة. خلاص عشان طبعا الفيديو ما يطولش عليكم، هنبتدي هنمشي كده مربعات 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 زي ما عملنا تحت. وانا وريتكم الرابطة، وريها لكم تأكيدا اخر مرة قبل ما اقفل. ربطة الضفيرة اهي بنقسمها 2 كده، ونجيب شعر سدم في النص. اثبتي يا سوسو عشان هنربط. نجيب كده اهي، بصوا اهي، قربي لي يا سدم لورا شوية، ونبتدي نضفر، نشد وندفر. اوكي، هنعمل كل ده. اهي خلاص. عشان هقفل دلوقتي لاني مش هفتح الفيديو كله، لو قعدتكم معايا هتكرهوني وتكرهوا العيشة، فلا هنقفل لحد ما نعمل كده انجاز كبير ونخلص جزء كبير، واوريكم الشكل برضو شكلها ايه، وبعد كده نفتح لكم تاني.
خدوا بالكم الفيديو ده مش هيخلص النهاردة، في حاجات تانية في الفيديو ده هنعملها هتشوفوها برضو. احنا بادئين من بالليل عشان وقت الرستة، لكن لسه في حاجات تانية هتشوفوها في الفيديو. يلا هنقفل دلوقتي معاكم وارجع لكم تاني بعد ما نخلص جزء كبير. تقول لهم حطوا ايه يا سوسو؟ حطوا لايك. حطوا لايك. رايح فين؟ راح احلى. هنشيل الخروف. بصوا ما بقتش اطوله. اهلين. قومي ورينا. شايفين الجمال؟ لا اتدوري عشان يبان. ايه رايكم يا جماعه؟ عمايل ايديا وحياة عينيا. لفي بقى اعملي برويتا. واو. بصوا دختي. ايه رايكم يا جماعه؟ خلصت بقى، مرضتش افتح تاني، قلت اما اخلصها خالص. بصوا الشكل. شايفين بقى التقسيمه من فروه الراس عامله ازاي؟ مربعات زي ما قلت لكم كده. مشيت بقى خطوات اللي هي زي ما وريتها لكم، مربعات لحد ما بقت بالشكل ده. واوعى تنسوا تحطوها في ميه سخنه. اوعى تنسوا تحطوها في ميه سخنه. مبسوطه يا سوسو؟ اه. طب قومي كده تمشي ورينا الرسته كده، اعملي لنا استعراض. يا خلاصي. عسل. هتقول لهم حطوا ايه بقى؟ حطوا لايك. حطوا لايك. دور الكبار بقى، نروح نعمل لسامح راستا. راستا. وهنعمل لسيف راستا. سيف سدن خبطته باللعبه بتاعت السلم والتعبان، بتحدفها له راحت جايه تحت عينه زي ما انتم شايفين كده. لسه طازه. فقولوا له سلامتك يا سيف. وصالحته بالمصاصه اللي في ايده دي. قالت له سوري يا سيف وراحت مدياله المصاصه. اتصالحتوا؟ لا. انتي كان قصدي؟ هات المصاص. لا. طب يلا قولي له سوري. سوري. خلاص سامحتها. سيف قلب ابيض. دلوقتي هنعمل لكم فلوج الراسته بتاعت سامح وسيف. بتجري كده ليه؟ هنروح نعمل راسته وهنيجي يا جماعه. يلا حطوا بيج لايك بقى عشان الفلوج الجاي ده لسامح وسيف. اوكي اخيرا شلت. جاهزين؟ اخيرا شلت بقى. هنعمل لسامح راسته دلوقتي يا جماعه. بس شعري مش طويل اهو، شعري اهو مش طويل. بجد كل ده مش طويل. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا وسامح كل شهر من الحلاقه بنتخانق. لازم نقف نتخانق. والاستاذ لا بس المره دي قلت خليك تعمل انت عايزه. طب يلا. وانا لازم تصورني وانا بدأت البصل. الحلاق يا جماعه تعالى كده شويه. قال لنا نص ساعه. اوكي قدامه الناس يعني. قال لو عندك حاجه تجيبيها روحي هاتيها لحد ما اللي في ايده يخلص. فانا كنت محتاجه بصل، قلت اجي اجيب بصل وطماطم وايه وبعدين نرجع له. كفايه كده صح؟ هي الطماطم صغنطوطه كده ليه يا جماعه؟ الطماطم ولا اللي هي الميني طماطم؟ اول مره اخدكم فلوج وانا بشتري خضار. انا اصلا ما كنتش بنزل اشتري خضار. كنت بتطلبيه اوردر؟ كنت بطلبه بالتليفون. حتى هنا الخضريه برضو عندهم دليفري. بس انا بقيت حابه الموضوع يعني، فاهمين احساس حلو اما الواحد بينزل ينقي الحاجه بنفسه كده. انا بقيت حابه الموضوع قوي يعني، بحس ان انا عايشه على الكوكب. انا حي انا حي انا حي. فاهمين؟ فاكرين عكا لما كان بيقول انا حي انا حي؟ انا كده. بس الطماطم صغنونه برضه. هي دي لسه ايه بشاير دي ولا ايه؟ كفايه كده. انا بعبي لحد ما الشنطه تتملي. خلاص كده. بصوا الطماطم ده الحجم الحد الاقصى للطماطم. هنحتاج حاجه تانية. عندنا ليمون، عندنا فلفل، عندنا بتنجان، عندنا خيار، عندنا فاكهه. اديله الطماطم يوزنها مع هتاكلوا بكنتالوب؟ انا بحب الكنتالوب حضرتك عارفه. اوكي. انا مش هجيب كتير. السيف مش بياكل. انا وسام بس بنفسي. انت وسبن ممكن سيمو ياكل مني. سيمو ما دقوش تقريبا. عايزين فواكه تاني؟ لا طيب عندنا البرتقال، عندنا بقى التفاح. نوزن فواكه ونرجع للحلاق نشوف اخباره ايه. يلا حطوا لايك.
انا ماليش دعوه يا جماعه باللي سامح هيحلقه. اوكي، تشهدي نفسك. انا بشهد اي شكل هتطلع عليه، انا مش مسؤوله عنه. خلاص، انت اللي قررت وانت اللي هتحلق. اوكي، ونشوف بقى راي الناس في الحلقه بتاعتك. هو وراله صوره وعايز زيها بالظبط. بصوا، عموما احنا كل شهر بنتخانق عند الحلاقين، وتقريبا الحلاقين كلها عرفتنا. انا واولادي بنمسك في بعض عند الحلاقين. فانا المره دي قررت اسيبه يعمل اللي هو عايزه كادو مني ليه. بس انتوا اللي هتحكموا اللي هو عامله حلو ويكرروا الشهر الجاي. صح؟ وانت كمان عمري انا اللي هو عامله حلو يكرروا الشهر الجاي، ولا مش حلوه وما تلاقيش بينا يعني كمسلمين و نعمل حاجه معقوله. اوكي، انا عارفه ان سامح ليه جمهور كبير، وهو اللي هقرا له كومنتاتكم كلها. بس انا سايبه الحكم للناس يا سامح. خلاص، حطوا له بقى لايك لحد ما نشوف الافتكاسه بتاعته. بس يا سيف، بصوا يا جماعه، سامح انا كده خلصت. بيفكرني باحمد مكي لما كان اسمه دكتور بهيج بتاع الحيوانات. كان عامل نفس حلو. هو كده خلص يا جماعه. هنصبغه له بقى احمر هنصبغ لك احمر يا سمسم. لا مش الدرجات دي. وريني كده شكلك بالغلوسي. بصوا يا جماعه، سامح جابها زيرو خالص من تحت. هوريكم في المرايه احسن. انا ماليش دعوه بالحلاقه دي، انا مش مسؤوله. ها، محدش يحملني ذنب. انا مش موافقه عن الزيرو اصلا، هو اللي عايز كده بمشابكك البنكي دي. حد يحط مشابك بنكي في دماغه. ستايل جديد قلت اغير. سامحت له دقني. مبروك. انا ده لسه مكمل. بصوا لسه شغال. انا ماليش دعوه، بقول له قفاك طويل مش مصدق. بس انا قلت اوريكم. هنشوف الفاينل مع بعضينا. هفتح لكم بقى في الفاينل. عامل خطين. لا، هو مش عامل خطوط، احنا مش مخططين. ده فرق. كده صدقوني. لا، ده فرق في الشعر. انا رافضه الخطوط والتشريط والكلام الفاضي ده. بس ما حدش يقول حاجه عن دي. لا، اللي في حاجبك، لا دي خبطه وانت بيبي. هو حاجبه يا جماعه في خبطه من وهو طفل. بصوا، مش مشرط. قلنا نروق على سمسم يا جماعه، فقلنا نعمل له ماسك كده عشان انا مش موافق. بس مش موافق. ده بصوا يعمل لك مساج ومروقك على الاخر. مش وجعني. والحلاقه هي لسه هيكمل له شعره، هيظبطه. هو قال يعمل له ماسك الاول عشان شعره اللي فوق ده لسه هيتغسل. ف زي ما انتوا شايفين الحلاقه. طبعا انا معترضه، بس يلا، هي مره من نفسه. والاستاذ التاني بيعمل ايه اسمها ايه يا وليد؟ موليت. اسمها موليت واجن. انت مبسوط طبعا صح؟ استاذ انا عملت له خرم تحت عيني. طيب، هنجيلكوا في الفاينل ان شاء الله، وانا مش مسؤولة عن الحلاقة دي برضو. اوكي، العبرة بالخواتيم. انت المسؤول قدام الجمهور. ماشي، مش اول مره اشوفها. اوكي. وادي الفاينل لوك يا جماعه بتاع. لا مش فاينل لسه، ده يومين وده هيبقى ايه؟ هيقف لوحده. اه بص عمل مكرونه في راسه لسه مخلص. وريني. طب بص للكاميرا كده. بصوا يا جماعه، قولوا لي ايه رايكم في الحلقه. لا، ده اختيار سامح، ذوق سامح. بصوا، مبسوط؟ Are you happy؟ انا شايف الكاميرا من هنا. Are you happy؟ طيب قولوا بقى يا جماعه، لو الحلقه دي حلوه وعادي نحلقها كل مره. هو عايز كل مره يعمل نفس الشكل ده، بس انا معترضه على حته الزيرو دي. انا ما بحب الزيرو. بعد الشهر بقى لازم تشوفي الشهر عامل ازاي. هو بصراحه وشه بقى امور. يعني انت لو مش ابني كنت عكستك. خلاص، الاستاذ سيف اهو لسه كانيش. ورينا كده يا سيف. بصوا، هو وشه مكشر لحد ما يوصل اللي هو عايزه هيضحك ان شاء الله.
طالما ما وصلش الهدف. انا عايز الحلقه انت عاملها سلسله. جبنا لكم فطير بالمش. الله تعالى يا سيف وريهم شعرك. ولا النجفة التانية يا سيف. ولا النجفة التانية. لا تعالى في النور، تعالى في النور. اهي دي حلاقة سيف يا جماعة. انا جعان. لقينا فطاطري يا جماعة جنب الحلاق بيبيع الفطير بالمش وبالسكر. الفطيرة ب5 جنيه. تعالى شغل الرينج لايت. سيف مدمن مش. انت بتعمل ايه؟ كلنا مدمنين مش. كلنا مدمنين مش. وسيمون حتى. وريني كده. بسم الله. طيب بجد الله. دي ب5 جنيه. انتوا قلبتوا البيت كده ليه؟ هو انا كل ما انزل تقلبولي البيت؟ تمام. يا الله بص. نو خد دي. سيمون جعان. كل ما انزل اجي الاقي البيت مقلوب. اديله واحده. سوري يا حبيب قلبي، انا جايبه له بالسكر. اديله فطيره بالسكر. لا ماما ايه؟ ماما اهو. ماما اهو. سخنين طازه ايه ده؟ لسه خارج من الفرن طازه. تعالي يا سوسو. فين المش؟ اخدت مش ولا سكر؟ وانت يا سامر؟ مش. عايزه اقول لكم يا جماعه الفطيره انا مستغرباها كبيره جدا وب5 جنيه. دي سكر. اوه ماي جاد. سيمو هيبهدل الدنيا. خدي دي بالسكر. خدي بالك عشان سخنه مولعه. مامي امسكي. مامي اللي معاه السكر ها؟ طب فين اللي بالمش؟ ده مش؟ خلينا ندوق. تحفه يا جماعه. الفطير ده كان زمان ايام المدرسه كنت بشتريها الواحده ب4 جنيه. والله العظيم كانت بالمش. بسم الله. جود. بصوا يا جماعه. بصوا المش. بصوا تحفه. سيمون على فكره بيحب المشي جدا. لا الفطير جميل. شعر سيمون. مم. سال المشي طعمه تحفه. المشي حلو يا سوسو. تعالى يا سين. تعالى اقول لهم باي باي. تعالى تعالى قول لهم باي. سيمو باي. سخنه شويه عليه. 4. المهم احنا شمينا ريحه الفطير ما قدرناش نستحمل، خصوصا ان سيف مدمن مش. خد يا سين. وانا مدمنه سيم. سكر. تعالي هنا اوريهم الرسمه. ده المش اهو. يغلوسي. خد. لما عايز بتنط اكل سكر من هنا كده. ومش من هنا. تبقى عامله زي كده. بتنط لوحدها. عاجبه المش عن السكر؟ سيمون يا جماعه سيمور عاجبه المش اكتر من السكر. سيمور بيرقص رقصه حلوه قوي. المش يا مامي. الحسي يا مامي. الحاس يا ماما. عارفين ان انا اللي بلحسه. يا ماما ده هنجي مشي يا قشطه. طب خد سكر. خد سكر. بس المش بتاعه سكر ولا عسل ده؟ لا ده سكر. المشي جميل حادق. حطوا لايك. مشي قديم. خد. لايك كبير. لا فظيعه فظيعه. عارف الاحلى لو ايه تقطع في الشوكولاته. بص السمال بيرقصوا. يلا احنا عندنا مشي برضه. الفطير كده. لا الفطير فظيع يا جماعه. واللي فاجئنا بقى ان هي ب5 جنيه. فاهمين؟ احنا ما صدقناش اصلا ان هي ب5 جنيه. سيمو ايه ده بص. الله ايه ده بص. مش دلوقتي. انت بتصطادني في الكاميرا ليه؟ يلا قول لهم باي. قول لهم باي. قول لهم باي. باي. ماما ايه سكر. بص. سيبوا ما تدلوش مش. خد. هاتيله الميه يا سلمى. حاضر. روح خد انبوب. ايه في ما بالمشي تاني؟ سيبنا نديله من مش عايز سكر. في واحده بالمش. في 2 بالمش تاني. هاخد واحد. استنى طب افتحها لك عشان الورقه.
مين عنده يا جماعه فطيره بتتباع بالمش بالسعر؟ بس عايزه اقول لكم الفطيره دي انا زمان كنت بجيبها بربع جنيه والله. ربع جنيه. اه والله العظيم كانت بربع زيت جنيه. 4 جنيه ونص. ايام ما كنت بروح المدرسه كان في واحد بيقف عند المدرسه يقعد يقول ايه يلا بربع جنيه فطير سخن يلا. كنت بجيبها بربع جنيه، دلوقتي بقت ب5 جنيه، زادت 4 جنيه. لا ما احنا نشغل المكنسه، زادت 4 جنيه 75 قرش. مبسوط بالحلاقه؟ اها. ده مش ذوقي ولا سامح ذوقي، الراسته هي اللي ذوقي. انا بقول خليكم قاعدين معانا شويه بقى. اتفضلوا معانا فطير. يلا عشان نقفل الفيديو يا اساتذه. حلو العشاء ده. احنا جايبين 10 فطاير ب50 جنيه. سيب بقى واي فاي يتجنن يقولك ازاي كل دي ب5 جنيه؟ انا افتكرتها 15 جنيه حاجه زي كده. احنا استغربنا ازاي ب5 جنيه؟ 5 جنيه اللي هو لا ازاي الراجل يعني؟ حط فيها سكر كتير. اه السكر غالي وحاطط فيها سكر وحاطط فيها مش. خد يا سيمي خدي بالسكر. السكر اتسرق. قعدت تقول راجل حاطط سكر كتير او السكر كله على الارض. لموا سيف. نعم. عايزين مكنسه. حاضر. سامح محتاجين مكنسه. يلا يا حلوين هنقفل الفيديو على كده. قطعت طماطم يا ماما. سامح راح يفتكس في قلب الفطيره قطعها طماطم. يا بختك. حطيتها جواها؟ اهو. طب وري الكاميرا وريهم عملت ايه. اهو. بصوا يا جماعه بصوا. سامح افتكس. حطيت طماطمايه كده. لقيت اصغر طماطمايه قلت اهو. خد. ماما حلوه. انت دوت اللي بالسكر؟ بس طعمها حلو الطماطم. يا حلوين احنا يا ابني ارحمني شويه. خد. بهدلنا الارض وبهدلنا الدنيا، يلا كلها مكنسه. عليك. المهم ان العيال مبسوطين، انتوا مبسوطين؟ مبسوطه يا سوسو؟ لسه هناخد شغل هيتعمل. عايز التحمل. انتوا لازم تستحموا اصلا. خدي ماما. لازم. وانا بسم الله. المهم يا حلوين ده كان فيديو النهارده، ده كان فيديو من امبارح. الفيديو ده بادئ من امبارح واحنا تاني يوم، وبما ان الساعه دلوقتي معديه 12 يبقى اليوم التالت كمان بدأ فيديو 3 ايام ده. حكوا يا ناس اللي اطعم من الفطيره ده. هقول لكم دمتم بخير ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وقولوا لي رايكم في حلاقه سامح وسيف والرسته بتاعت سدونه. عايزه ايه كوكو؟ دي في فطير اهو، لسه في فطير تاني. ايه ده انتوا ما خلصتوش؟ ده مش. خلوني اركز ان انا اختم الفيديو واقول لكم دمتم بخير. واللي ما حدش لايك يعمل ايه يا سوسو؟ يحط لايك. واشوفكم على الف خير يا حلوين، وهنقول لكم دلوقتي ايه؟ باي باي.